بداية موفقة للزمالك النهاردة. الزمالك والبنك الأهلي. الزمالك كسب 3-2، فنقدر نقول بداية موفقة. فرقة تقيلة، فرقة البنك الأهلي فرقة تقيلة مع مدرب محترم طارق مصطفى. النهاردة جوميز لعب 4-2-3-1. هو ما بيغيرش، دي دايما الخطة بتاعته، ودي دايما الطريقة بتاعته يعني. بتتغير بقى بعد كده في مجريات اللعب على حسب النتيجة أو على حسب هو عايز ايه من الماتش وكده يعني. المهم النهارده الزمالك كسب 3-2 بجون لناصر ماهر. انا بعتبره ده جون بلاي ستيشن يعني بصراحة، يعني الجون الاولاني ده جون عالمي. بعد كده البنك الاهلي تعادل بضربة جزاء. مشكلة عند بنتايج، عنده مشكلة في الدفاع، دايما اللعيبة بتسرقه، يعني اللعيبة اللي بتلعب عالي قدامه دايما بيسرقوه. هو بيتقدم دايما في النواحي الهجومية، ارتداده مش سريع، مع ان هو لعيب سريع بس ارتداده مش سريع، فدايما اللعيبة اللي بتلعب عليه بتسرقه، بتاخد بقى منه بتهرب منه في كور كتير. فلازم هو الفترة الجاية يخلي باله من الحتة ديت يعني، ويشتغل عليها يعني. وبعد كده نزل ناصر ماهر جاب الهدف التاني للزمالك. بعديها على طول يعني مفيش بعد هدف التعادل بتاع البنك الأهلي. بعديها بشوية برضو أخطاء دفاعية في النواحي الدفاعية للزمالك، مفيش ارتداد هجوم ومفيش ارتداد، غير ان احنا كنا بنلعب ناقصين واحد، كان في تبديل لفتوح فهم استغلوا الهجمة وقدروا ياخدوا ضربة جزاء، مع ان كان ممكن عواد يصبر لان في اتنين مغطيين على الجون، يعني في اتنين غطوا وراه، فكان ممكن بس يعني ان هو يحاول يقفل عليه ويعدي الكورة يعني، بس هو استعجل يعني. ف جت ضربة الجزاء التانية تعادل الفرقتين 2-2 لغاية آخر دقيقة من الماتش. ضربة الجزاء بتاعت اللي جت في ايد نيمار، وهي ضربة جزاء لأن هو أصلا ما لمسوش، هو حوشه بس. نيمار يعني تقريبا زي ما قلت من خضة الدخل أو كده، الكرة ارتدت من الأرض خبطت في إيده. في بقى ممكن يحصل جدل يعني، في ناس ممكن تقول لك دي مسافة قريبة، خبطت في أرض طلعت في إيده، فخبطت في إيده فالمسافة قريبة ما تتحسبش، هتسمع فيها أقاويل كتير كلام كتير كده يعني. لكن هي في المواقف اللي زي دي وفي اللحظات اللي زي دي الحكام من الآخر بتخاف من الأهلي والزمالك يعني، عشان بس نبقى يعني متفقين. الحكام في الآخر في آخر في المواقف اللي زي دي وفي الدقايق اللي زي ديت بيروحوا شويه مع الاهلي والزمالك عشان نبقى بس منصفين يعني. فهتختلف زي ما هتختلف، هو حسبها في الاخر يعني. فالمهم يعني اتحسب ضربة جزاء، عبد الله السعيد شاطها وخلص الماتش 3-2. فانا بقول بدايه موفقه، مبروك لنادي الزمالك، 3 بونت مهمين في بدايه الموسم، واللي جاي يبقى احسن ان شاء الله.